اخيرا الدولار خرج من حسبه الدبلومه الامريكيه وبقى الحساب بالجنيه المصري. طبعا كلنا عارفين ان اي طالب في الدبلومه الامريكيه لازم يكون مقيد في مدرسه امريكان معتمده، والاعتماد لازم تتاكد منه من الامد ايست بنفسه. واكبر اعتماد احنا بنتكلم عليه النهارده هو اعتماد كوجنيا. وكانت الحقيقه المدارس الامريكان بتطلب مبالغ باهظه بالدولار الامريكي من ولي الامر عشان توثق شهاده الجي بي اي للطالب من الجهات الدوليه المعتمده. وكان ولي الامر بيدفع مضطر عشان ينقذ مستقبل ابنه او ابنائه، لانه ممكن يكون عنده ابن واثنين وثلاثه في الامريكان. ده كانت تكلفه ماديه على ولي الامر كبيره جدا في ظل صعوبه الحصول على الدولار وارتفاعه المستمر. فقامت وزاره التربيه والتعليم مشكوره باصدار هذا القرار الرحيم جدا، ان اي طالب عايز يتعلم في جامعات جمهوريه مصر العربيه ممكن يوثق شهاده الجي بي اي من المدرسه المعتمده عن طريق لجنه داخل وزاره التربيه والتعليم، ويدفع بالجنيه المصري مبلغ وقدره 6000 جنيه مصري فقط لا غير، ومفيش دفع بالدولار. القرار ده رحم اولياء امور كتير جدا من مبالغ كبيره ومن استغلال بعض المدارس لاولياء الامور وطلب مبالغ خرافيه. اللي عايزه اكد عليه في النقطه دي ان في فرق ما بين الاعتماد والتوثيق. الاعتماد لازم تكون المدرسه معتمده من كوجنيا والاعتماد تتاكد منه بنفسك، لكن ممكن تاخد شهاده الجي بي اي اللي هتطلع من المدرسه المعتمده دي وتوثقها في وزاره التربيه والتعليم. فالتوثيق لا يغني عن اهميه الاعتماد. اما بالنسبه للطالب اللي عايز يتعلم في جامعات خارج جمهوريه مصر العربيه فهو ممكن جدا ياخد الشهاده ويوثقها من كوجنيا ويدفع بالدولار عادي. ارجع تاني واقول ان الوزاره عملت كده مخصوص عشان تخف الضغط المادي على اولياء الامور وترحمهم من الاستغلال المادي من بعض المدارس، اما وان كل مدرسه بتطلب مصاريف مختلفه عن المدرسه الثانيه. والحاجه الاهم انها كانت عايزه توحد مصاريف الشهاده دي بالنسبه لكل طلبه الدبلوم. دي لفته حلوه جدا من الوزاره. كل طلباتنا ان يكون في شرح لآلية تنفيذ هذا القرار. يعني الناس اللي دفعت السنه دي ايه وضعهم؟ هل هيتطبق من السنه الجايه؟ طيب اولياء الامور هيدفعوا للمدارس ولا هيروحوا الوزاره؟ محتاجين بس بعض التفاصيل عشان الرؤيه تبقى واضحه اكتر من كده. لكن بجد شكرا، ده هيشجع اولياء امور كتير قوي انهم يحولوا اولادهم للدبلومه الامريكيه من غير ما يشيلوا هم مصاريف اضافيه ملهاش لازمه. واشوفكم في فيديو تاني.